السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. النهارده بقى رايحة لاختي من المكان الجميل ده اللي بمشي منه على طول. رايحة. بصراحة هي عاملة لي برطمان ليمون مخلل، فهي بتعمل مجموعة كده فعاملة حسابي في برطمان يعني. فالمهم يا حبايبي رايحة اجيبه بقى. طبعا الجو الجميل ده حلو قوي يا جماعة، يعني بحب انا امشي في الاماكن دي. يعني في طريق تاني، يعني طريق بنروح بنركب توك توك وكده او عربية، بس بصراحة ايه، بصراحة ربنا يعني انا بحب المشي هنا. يعني انا بحب امشي في الغيط كده، وبحب امشي في الزرع وكده. انا دلوقتي يا حبايبي هقابلها وهوريكم برطمان الليمون اللي هي عاملاه لي، وخصوصا ان ابو محمد جاي قريب بالسلامه ان شاء الله، فهو بيحب المخلل بتاعها قوي، فهي بقى عامله له المخلل ده وصايه بقى. فان شاء الله باذن الله هنروح بقى يا حبايبي، اوصل عندها كده ونجيب المخلل منها. جو حلو المر التاني ده روعه. انا يا جماعه بحس اقسم بالله براحه نفسيه ملهاش حدود لما بمشي في الاماكن في الريف والخضره والزرع والحاجات دي. انا بحب انا الاماكن دي قوي قوي. فانا متعوده بقى ان انا بمشي هنا، حتى لما كنت بسرح واروح مع ابويا الله يرحمه، كنت بروح من هنا. بحب قوي امشي هنا، وبعدين كلهم اهلنا وحبايبنا فبيونسوني يعني. هنمشي بقى يا حبايبي وايه واوصل لاختي واوريكم بقى الليمون اللي هي عاملاه لي يا حبايب قلبي. طبعا يا حبايبي بقى ايه، محمد ابني مستنيني هناك قدام المكان اللي احنا بانيين فيه كده، وجايبين معانا بقى قرص يا حبايبي. كان قرص بسمسم، دي روعه دي اختي عاملاها ومدياني منها. فالمهم جبت بقى ايه، جبنا شويه كده ناكلهم معانا. طبعا احنا كنا انا وشوشو وسايبين دول لمحمد. عمرو عنده درس بقى، هو في الدرس حاليا. قرص جميله يا جماعه، حلوه قوي، تستاهل بقكم. اختي عاملاها ولازم بتعمل قرص ولازم توديلي اهي روعه. هعملها معاكم مره قبل كده، هعملها معاكم تاني. انا عاملاها القرص الطريه من غير سمسم. انا هعملها بقى ايه، هعملها معاكم القرص اللي هي الطريه برضو بسمسم الجميله دي، سمسم وبسكر، بتبقى روعه. شوشو بتاكل منها اهي فاحنا بقى يا حبايبي ايه، طبعا انا لما بمشي في المكان ده ما ببقاش عايزه اروح، والله العظيم من جماله وحلاوته. آه يا حبايبي ما تنسونيش في اللايك والشير بقى. واللي اول مره يشوف القناه يفعل زر الجرس علشان يوصلوا مني كل جديد ان شاء الله. آه طبعا انا والله ما انا عايزه امشي، انا ماشيه بالراحه بقى وعلى مهلي قوي علشان براحتي يعني. الواد شايفنا وقاعد برضه، شايفه الله. المهم ان هو شايفنا وقاعد. محمد ابني مستنيني علشان ايه، آه يجي معايا، علشان بصراحه الاماكن دي الواحد في جرار جاي اهو. طبعا هنقفل يا جماعه على بس ما نعميه يعدي. محمد ابني جه اهو يا حبايبي، قاعد طبعا في الحته في المكان بتاعنا اللي انا كنت بربي فيه طيور الاول، فهو جه اهو بقى قابلنا اهو. منور يا حمو. اهو يا حبايبي. طبعا احنا ايه ماشيين اهو، حمو وصل اهو.
وطبعا اديت له القرص بتاعته. يا حبايبي مقابلين خالته بقى اهو. يعني يا جماعه الناس اللي هم الفلاحين اللي زي حالاتي كده، الريف طبعا بيحبوا الريف قوي، وانا وعارفين الريف وجوه وحلاوته، والعيشه فيه كلها خير وكلها من الغيط. يعني معظم اكلنا من الغيط يا جماعه، معظم اكلنا من الغيط. اللي ما عندوش بيدي للتاني، اقسم بالله. يعني اللي ما بيبقاش عنده بيودي للتاني. كلنا كده وكل جيراننا كده، واحنا طبعا معروفين يعني اهل الريف بالكرم طبعا، واهل المدن حبايبنا وعلى راسنا. عندنا بقى اللي عنده بطاطا لازم يودي لجيرانه، اللي عنده باميه يودي لجيرانه، ملوخيه مثلا يجيب ويودي لجيرانه، توم، حاجات من دي. اهل الريف بقى وجمالهم يا جماعه. دي الصوب اللي قصادنا دي اللي بيتزرع فيها خضار وكده، بتبقى حلوه والخضار بتاعها حلو قوي. الخضار الصيفي متهيألي الخضار الصيفي يا حبايبي. معاكم لحد ما نوصل يا حبايب قلبي اهو، علشان الفيديو ما يطولش عليكم. هيوصل بقى ولما تيجي ان شاء الله باذن الله اوريكم البرطمان الليمون اللي هي يا حبايبي جايباه. وهنا يا حبايبي واحنا ماشيين كده لقينا خضاره مزروعه بقى، توم ومزروعه جرجير ومزروعه فج وبصل اخضر، حاجات حلوه كده. قلت اصورها اوريكم يا حمد، اوريكم المناظر الحلوه دي، حاجات روعه كده. دي بطول الحته دي كلها اهي، ما شاء الله حاجات روعه والله. ومنظر جميل قوي. دي على فكره تبع الشبكه بتاعت اتصالات دي، الكل بياخد منها، يعني الكل بياخد منها، والكل بيبقى عادي. الراجل يعني دارعها للكل، الكل بياكل منها اهي. وادي يا حبايب قلبي الليمون اللي اختي جابتهولي اهو يا حبايبي. برطمان هي بتعمل لي كده، وبتعمل لبنتها وبتعمل لنفسها كذا برطمان كده. ده الليمون اللي هي عاملاهولي، ما تحرمش منها ابدا يا رب، وربنا يخليها ليا اهو يا حبايبي. اوريكم بقى ده شجر الجوافه اللي احنا كنا بنيجي ناخد منه بتاع اختي اهو. الارض اتزرعت غله اهو اللي هو القمح اهو. وادي برطمان الليمون هنحطه بقى في الكيسه بتاعته دي، ونتكل على الله بقى نمشي. يا حبايبي دولة جميلة والله اهو. استني يا شوشو، نمشي بقى يا حبايبي. لا تقيل عليك، تقيل عليك يا حبيبتي. ده الطريق اللي احنا جايين منه اهو. طبعا الشمس خلاص قربت على الغروب اهي يا حبايبي. منظر جميل. دي برضو ارض غله يا حبايبي، مزروعه غله اهي، اللي هي القمح يا جماعه. القمح اللي احنا بنعمل منه البليله، وبنغسله ونطحنه ونعمل منه الدقيق بقى اللي بنخبز بيه وكده. والجوافه دي الجوافه بقى اللي احنا طول السنه بناخد منها، انا مصورها معاكم قبل كده. ومناظر الواحد مش عايز يمشي اقسم بالله. منظر الشمس كده وهي بايه وقت الغروب كده. حبايبي طريقنا حلو وجميل، رغم ان كان في شتاء عندنا امبارح والله، بس النهارده الدنيا هوا قوي وكان شمس، فنشف الطريق ونشف المكان. ان يا حبايبي الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم يا حبايبي ما تنسونيش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.